انتوا فاكرين ان هويس الخطابة ده مجرد بوابات حديد وقناطر لتنظيم الري؟ لا، انت لسه بتتعامل مع الواجهه اللي هم راسمينها لك. المكان ده في قلب المنوفيه، مش ممر مائي، ده ثقب اسود ملوش قرار. الصيادين اللي هناك بيخافوا يعدوا من جنبه بعد المغرب. الناس الكبار بتقول ان الهويس ده ليه جوعه ما بتقتلش. والدوامات اللي بتشوفها دي مش حركه ميه، ايد بتتمد عشان تسحب اللي نصيبه خلاص من الدنيا. الهويس في لغه الهندسه هو منظم للميه، بس في لغه حسام كوت هو فيروس محقون في جسم النيل. المكان ليه هناك صوت غريب نهيج، كأن المكان بيتنفس. ليه اللي غرق في الهويس ما بيطلعش؟ الصيادين هناك بيحكوا ان القاع هناك مش طينه ورمل بس، لا، القاع هناك فيه جاذبيه تانية خالص. في ناس غطست تنقذ حد غطسوا هم كمان وما طلعوش. الجاذبيه هناك ما بتديش فرصه لحد يعمل اندو، فاهم ولا لا؟ اللي بيقع في الدوامه الام تحت البوابات المكان بيمسحه من الوجود في ثواني، كأن المكان بياخد قربان عشان يفضل يشتغل. اخطر حاجه في الخطابه الساعه اللي قبل الفجر، المكان بيعمل انستيبل والابعاد بتدخل في بعضها. صيادين كتير حكوا ان هم شافوا خيالات بتمشي على حواف الحديد بتاعه الهويس، خيالات لناس لابسه هدوم قديمه جدا ما بتنتميش لزماننا اصلا. والارعب من كده هو انك تسمع صوت حد بيستغيث بيك من قلب الدوامه، بينادي عليك باسمك. لو قلبك خدك ورحت تبص بصه، انت كده رحت البرنامج النهايه بتاعك. الهويس مش عايز ينقذ حد، الهويس عايز يزود عدد الملفات المحذوفه اللي تحت. ليه بقى الخطابه بالذات؟ لان المكان ده مبني فوق نقطه تقاطع قديمه. تحت البوابات دي في فتحات الميه فيها بتعمل فورتكس او دوامه زمنيه. اهل المنطقه عارفين ان في ايام في السنه كده معدوده الهويس ده بيغير لونه، وبتبقى طالعه منه ريحه عامله زي ريحه الكبريت بالظبط. الخلاصه ان هويس الخطابه هو المكان اللي الميه فيه بتنسى انها سر الحياه، وبتفتكر انها اداه مسح. ولو في يوم عديت من هناك اذكر اسم الله وسمي، وما تنساش الواقع مجرد وجه، وهويس الخطابة هو اللي مخبي الحقيقة. أنا حسام، سلام.